مساء الفل عليكم، يا رب ايامكم كلها سعاده وصحه وهنا. قضيتنا النهارده على السكر. يا جماعه السكر ده اساسا ماده سامه. يعني السكر الابيض اللي بيتم استخلاصه وتكريره، عارف ليه ماده سامه؟ جوه الدم بتاع الانسان، يعني زي ما تقول كده محفز قوي جدا لانتاج الانسولين. انت كل ما تشرب كم كوبايه فيها 3 معالق سكر ولا معلقتين سكر، بتلاقي نفسك على طول جسمك بيروح على طول بيفرز انسولين. فانت يعني سيبك الوجبات، انت بتاكل فجسمك يبقى فيه اكل فيبدا يحفز ويقول لك ايه، طلع انسولين عشان السكر اللي ايه بعد الهضم دوت نلمه. دمك عمال يفرز انسولين، وطبعا طول الوقت في صراع كبير جدا بقى في الكيمياء بتاعه الدم بتاع الجسم، ان كل شويه في انسولين عمال يفرز، وطبعا ده بيبوظ بقيه الهرمونات، فبيعمل خلل في توازن طبيعه العمليات الحيويه الكيميائيه، بايوكيميكال يعني ايه رياكشنز جوه الجسم، بسبب هرمون الرش بتاع الانسولين بتاع طول اليوم ده. عشان كده السكر ده ماده اساسا يعني ما ينفعش تبقى مضره وبتغلى واحنا بندور عليها. يعني انت ليه بتساله؟ قلت له هو في سكر؟ انت اثرت ريبتي والله. انا رحت السوبر ماركت تاني وقلت له هو في سكر؟ قال حضرتك لازم تشتري حاجه من بره، وانت بتشتري على الكاشير بيديك كيس، بيديك كيس واحد. فانا حبيت النهارده اقدم رساله قويه جدا للمجتمع كله. يا جماعه السكر ده ماده سامه. اللي بيستخدم 3 معالق سكر ارجوك خليهم معلقتين، اللي بيستخدم معلقتين سكر ارجوك خليهم معلقه، اللي بيستخدم معلقه سكر ربنا يقويك وبتبطله خالص. انا في البيت ما بنشربش سكر خالص، كلنا ما بناخدش سكر خالص. ليه؟ احنا معتمدين على ان الماده اللي في المشروب اللي احنا بنشربه هو اللي احنا عايزين فايدته، سواء كان شاي فيه شويه كافيين، ولا ان كان كركديه فيه شويه حديد ولا ان كان شاي اخضر فيه برضو مواد المفيده فيه. كل حاجه لما بتحط لها انت سكر كده، السكر ده بيبهدل لك جسمك، بيبوظ لك جسمك. السم الابيض هو سم ابيض لانه مستخلص من حاجات عشان تبقى ماده بيضاء تخش الدم على طول افرز انسولين. فانت ما تعيش في نفسك كده ويغلى وتشتريه. ماشي؟ فبوجه رساله لكل الناس، يا جماعه بلاش السكر الابيض ولا السكر البني. بنحل مراره الايام برضانا، بحمدنا لربنا. يا رب الحمد لله ان احنا عايشين. هي دي تحليه مراره الايام. يعني الناس اللي بتحط سكر عشان تحلي مراره الايام، انا فاهمكم كويس جدا ومقدركم جدا، بس انا بقول لك حلي مراره الايام بشكر ربنا، بالرضا عن ارضى عن ربك يا اخي. قول له يا رب الحمد لله، لكن ما تضرش نفسك ويغلى وتروح تدور عليه برضه. يعني ما هو انت نفسه اللي السجاير بتغلى ويروح يشتريها، انا هتجنن منك. يعني الحاجه مضره وبتغلى ويروح نشتريها. ربنا يهدي الجميع، ويا رب دايما تنعم علينا بنعمه الشكر والرضا، الرضا والشكر يا رب. يلا، سلام عليكم.